عاملين ايه في البرد ده وبتعملوا ايه عشان تقاوموا الاكل في البرد ده؟ قولولي. ابني من كام يوم كده كان نفسه بقى في فتة شاورما، فانا مش بعرف اعملها، ما عملتهاش قبل كده، فانا عارفه ان اختي شاطره فيها جدا، فروحت بعت لها مسج بالليل قلت لها انا عايزه اعرف فتة الشاورما بتتعمل ازاي، ونمت. صحيت لقيتها بعتالي مسج طويله جدا، يعني تسكرول كده طويله قوي، كاتبالي فيها كل حاجه بالتفصيل كل حاجه بالتفصيل. فانا اول حاجه جت في بالي رحت بعتلها فويس نوت. ومين بقى؟ قولوا لي كده، مين زي ما بقاش يكتب وبقى يبعت فويس نوتس مع ان انا كاتبه بس ببعت فويس نوتس. فبعت لها فويس نوت بقول لها ايه ده، انتي تعبتي نفسك قوي، انتي كتبتي كل ده يا بنتي، تعبتي نفسك وربنا يخليكي وكده. بعدين بعد ما قفلت لاحظت انبهاري ده في حاجه كده لفتت انتباهي. مسكت نفسي وقعدت بقى مع حديث النفس، لقيت ان انا انبهرت جدا بالمسج اللي هي كاتباها، عشان هي مسج طويلة وكلام كتير، واللي خلاني انبهر ان هي تعبت عشان تكتب المسج دي. ده بقى رجعني لحتة تانية، لان انا مثلا ما بنبهرش بنفسي الانبهار ده لما بكتب حاجة، مع ان انا بكتب مثلا، لو هنقارن المسج دي ببوست، مثلا بكتب بوست ممكن يكون اطول من المسج دي بكتير. طب نسيبنا من البوست، بكتب مثلا كتاب اخر، في رواية اللي انا كاتباها اكتر من 40,000 كلمة، وده الكتاب اللي وراه والكتاب اللي بكتبه دلوقتي. فاللي هو ليه ما بنبهرش بالكتابات اللي انا بكتبها قد انبهاري بالمسج اللي هي كتبتها؟ وهنا بقى طلع يعني المعالج اللي جوايا، واكتشفت ان انا عندي حاجه انا مش مدركاها ان هي عندي، اللي هي بقى ايه؟ اللي هي دبل ستاندرد. ان احنا بيبقى عندنا مسطره بنقيس بيها حياتنا احنا وانجازاتنا احنا والحاجات اللي احنا بنعملها، ومسطره تانية خالص بنقيس بيها انجازات الناس التانية. فلقيت ان انا انبهرت جدا باللي هي عملته، وما بنبهرش باللي انا بعمله. يبقى اذا انا مش بقيس بنفس المقياس نفسي مع مثلا اختي او مع اي حد تاني. فانا قلت اقول لكم الرساله دي عشان اخليكم تاخدوا بالكم، مع ان انا كنت عارفه موضوع الدبل ستاندرد ده، بس برضو غصبا عني من غير ما احس. سبحان الله، ساعات بنعمل حاجات بالعقلنا اللا ارادي واحنا مش حاسين. عشان كده بقى حديث النفس مهم جدا، مهم ان احنا دايما نراقب تصرفاتنا، نراقب افعالنا، ونتكلم مع نفسنا ونشوف انا عملت ده ليه وحسيت ده ليه وايه اللي ورا الحاجه دي. فلما انا اتكلمت مع نفسي لقيتني بقى الحمد لله بعد كده قلت الحمد لله بقى على اللي انا بعمله، الحمد لله على الكتابه، وبقيت بقدر تعبي في الحاجات اللي انا بعملها، سواء في الكتابه، لان انا عشان انا بحب الكتابه قوي وبعملها كده بصوره طبيعيه، فبيتهيألي ان ده عادي. بس لما حد غيري عملها لقيتها ان لا، دي حاجه كبيره وحاجه متعبه، فبقيت اقدر بقى تعبي في الكتابه. قولولي كده، انتوا ايه الحاجة اللي انتوا يعني بتقيسوها على نفسكم مش زي ما بتقيسوها على الناس التانية؟ لو حد عملها بتنبهروا، بس انتوا لو عملتوها بتحسوا ان ايه ده عادي. وخلي بالكم بعد كده دايما من حديث النفس. وفي حتة الدبل ستاندرد، هل انا بعامل نفسي زي غيري ولا في فرق؟